انت تشتغل حتى لو ببلاش. انا محمد مشالي وجاي لك من سوق العمل. شوف بقى عزيزي الطالب، سوق العمل زمان كانت وظايفه معروفه، دكتور، مهندس، محاسب، مدرس، كل الوظائف دي كان كتالوجها معروف، عشان تكون كذا لازم تعمل كذا. لكن دلوقتي الوضع اتغير، واللي زمان كان اسمه شؤون العاملين دلوقتي بقى اسمه الاتش ار. لكن الاتش ار دلوقتي جواه تخصصات تانية زي التالنت مانجمنت والتريننج تيم، والفرص دلوقتي بالنسبه لك اكبر بكتير. وما اسمعش حد بقى يقول لي ايه مش عارفين نلاقي شغل والكلام ده، وده برضه هنتكلم عنه في فيديوهات تانية. لكن دلوقتي خليني اقول لك انك تقدر تشتغل حتى لو ببلاش في حاله من 3 حالات. الاول لو انت لسه بتدرس او لسه مخلص كليه جديد، وده معناه انك لسه في اول الطريق وما عندكش المهارات الاساسيه لاي شغلانه اصلا. وهنا انا بقول لك من قلبي اشتغل حتى لو ببلاش، بس بشرط تتفق مع المكان اللي انت فيه على هدف او وقت معين، لما توصل له عد فلوسك يا نعيم. الحاله الثانيه لو المكان اللي هتشتغل فيه هتستفيد منه خبره او علاقات هتفيدك في مستقبلك، وساعتها ده هيفيدك انك تلاقي فرصه عمل بطريقه احسن واسرع، وكمان ساعتها هتعرف سعرك الصح في السوق. الحاله الثالثه بقى انت برنس وعندك خبره وكل حاجه، بس ناقصك مكان او شخص هتشتغل معاه اسمه هيتقل السي في بتاعك. يعني مثلا انت مصور وجالك شغل مع براند كبير، اسمه هيتقل البورتفوليو بتاعك، وعلى حس الشغلانه معاه هيجيلك شغلانات اكبر بكتير. تفتكر في اسباب تانية ممكن تخليك تشتغل ببلاش؟ هستناك تقولي في الكومنتس. ما تنساش بقى فولو لايك وشير والحاجات دي. سلام.